السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. ليلة الجمعة، جمعة مباركة إن شاء الله. حلقة جديدة من نشر الوعي وقوة التأثير. نبقى في الوضع في المنطقة، نبقى في عربدة إسرائيل، استهدافها لسوريا، مشروع إسرائيل الكبرى. حلقة أمس سلطت الضوء فيها كما تابعته أعزائي المشتركين والمتابعين والمهتمين بمن التالي بعد سوريا. اليوم عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني قال كنا نتوقع ضرب دمشق ومن التالي بعد دمشق. يعني في توارد خواطر شكله بين ما حلقة أمس اللي أنا تكلمت فيها استباحة النظام العربي، سيادة الدول، اعتداء على بشكل سافر. واليوم سأتكلم أنا عن خطابين متناقضين. خطاب أحمد الشرع فجر أو يعني بعد منتصف الليل أمس، ومساء اليوم أو عصر اليوم خطاب نتنياهو بكل تبجح ووقاحة واستفزاز، وضع خطوط حمراء. ويعني خطاب الرئيس السوري طبعا يعني كان معبرا، بقي في دمشق. طبعا مثل ما قلنا أمس أن هناك كان في استخدام وتبرير نتنياهو ورقة الدروز والأقليات ليبرر هجومه على سوريا بهذه الوقاحة وبهذا الاعتداء السافر بقصف وزارة الدفاع ومبنى قيادة الأركان ومحيط القصر الجمهوري. وأنا قاعد أتكلم الآن تأتي أخبار بقصف محيط السويداء اللي هي في جنوب سوريا وجنوب دمشق، وهي طبعا معقل كبير والأكبر في ديموغرافيا سوريا للدروز. سمحت إسرائيل أمس بدخول تقريبا 1000 درزي من إسرائيل في مجد الشمس، وطبعا هذا خرق آخر وتعدي على سيادة سوريا، بينما لا يسمح، الدول العربية لا تسمح لدخول المصريين أو الأردنيين أو أي من الدول العربية إلى غزة مثلا، وإسرائيل تقول ما نقدر نمنعهم. وأمريكا يعني تمارس رياء واضح بأنها لم تنسق أو لم تكن على علم أو لم تطلع على، وهذا طبعا الكلام مو صحيح. لا يجرؤ نتنياهو على أن يقوم بعملية مثل هذه نوعية وقصف الوحشي بأسلحة أمريكية وصواريخ أمريكية ومقاتلات أمريكية دون أن يأخذ الضوء الأخضر من إدارة ترامب. خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع أدان بقوة الاعتداء الإسرائيلي، واتهم إسرائيل بزرع الفتنة وشن حرب لا متناهية لإحداث فوضى، وقال إن مو نتنياهو أو مو طرف خارجي يحمي الدروز اللي هم مكون أساسي في المجتمع السوري، مع أنهم هم أقلية ضئيلة جدا. وذكر أن خيار الردع بالسلام، السلام بالقوة، استراتيجية دفاعية، هو نفس كلام تقريبا نتنياهو مثل ما راح نشوف. وأشاد بالوساطة العربية والتركية التي يعني ساهمت بوصول الوقف إطلاق النار اللي هو هش الآن، وفي حركة من التهجير، وفي قبائل بدو قاعدة تتقدم، وقبل قليل قصفهم على ما يبدو نتنياهو. وهناك عشرات الجثث في المشفى مركزي في السويداء، يبدو بأن هناك ارتكبت أعمال مجازر وقتل في السويداء. وذكر بأنه يعني الشرع يريد أن يعزز مبدأ السيادة الوطنية من دون إذعان أو تخاذل أمام الاعتداءات. يعني خطاب فيه نوع من التحدي وفيه نوع من التأكيد على الوحدة وإدانة ما سماها الشرع فوضى لا متناهية تريد إسرائيل. هذا أقوى خطاب يلقيه الشرع منذ أن وصل إلى سدة الرئاسة في ديسمبر الماضي، وأكد أن إسرائيل تهدف في أعنف هجوم تفكيك وحدة المجتمع السوري وخلق اضطراب
وحذر من خطورة الضربات، وأن نحن سنحمي الدروز، وكان خيارنا بين أن نخوض حربا التي لا نخشاها، لكننا اخترنا كما ذكر حماية الوطن، الحرب الشاملة مع إسرائيل أو تمكين شيوخ الدروز من وجود أمني مستقر. وأكد أن أي عدوان سيواجه بالقوة، ما أدري شلون سيواجه بالقوة، وإسرائيل تعربد وتقصف متى ما أرادت. الآن نأتي إلى خطاب الاستفزاز المستفز لنتنياهو اللي ألقاه عصر اليوم. طبعا نتنياهو في خطابه كأنه يعني هو الحاكم بأمره في المنطقة، يعني يفرض على الدول بأنها تنفذ ما يريده. يعني هو الآن يريد أن نزع السلاح، منطقة منزوعة السلاح من الجولان وجبل الدروز كما سماه وجبل العرب. يعني هذه المنطقة كلها منزوعة السلاح داخل الأراضي السورية. هو قاعد يتكلم عن دولة ذات سيادة، تصور وين وصلنا. يعني دولة ذات سيادة إلى سوريا لا يحق لها أن تنشر جيشها جنوب دمشق. هذا العالم الجديد اللي قاعد نعيشه في 2025. وهذا طبعا ذكر هذا الخط الأحمر الأول، ممنوع الجيش السوري اللي هو انسحب أمس من السويداء وسلم المناطق اللي كان فيها في السويداء إلى قوى الأمن. وعلى ما يبدو أن هناك جماعات موالية لإسرائيل خونة من الدروز هم الذين الآن يتحكمون في مناطق داخل السويداء. الخط الأحمر الثاني الذي رسمه نتنياهو اليوم في خطابه حماية إخوتنا الدروز. إخوتنا صاروا الدروز إخوتنا، ولن نسمح لأي طرف بأن يلحق الأذى. وقال للشعب قاعد يخاطبهم بالعبري بأن ارتكبت مجازر ونحن لا نرضى بذلك وتدخلنا بالقوة. وهو تكلم عن السلام عن طريق القوة، لهذه هو فلسفة نتنياهو، أن حتى نحقق السلام علينا أن نستخدم القوة لمنع الجيش السوري من أن يتحرك داخل بلده. يعني وصلت الوقاحة والاستهتار والغرور والغطرسة إلى أنك أنت تمنع جيش أن يدخل مناطق في بلده جنوب العاصمة. أيضا اتهم نتنياهو الجيش السوري والنظام السوري بارتكاب مجازر ضد الدروز، وهذا لا نقبل به. وأن ذكر بالحرف الواحد بوتشرينج، يعني أن الجيش السوري بدأ بذبح الدروز، بينما هو بالعكس. يعني هناك اتهامات لميليشيات وعناصر درزية بذبح وقطع رؤوس البدو الذين الآن يحتشدون، وعلى ما يبدو نتنياهو أمر بقصفهم. أيضا قال نتنياهو أنه أعطى أوامر لوزارة الدفاع ووزير الدفاع والجيش الإسرائيلي بكل وقاحة للتحرك بقوة ليضرب وينهي الاعتداءات والقتل والذبح ضد الدروز. لذلك أمر بضرب وزارة الدفاع في قلب دمشق. وأن ذلك القوة الإسرائيلية أمس أدت إلى وقف إطلاق النار بعدما وافقت المفاوضات انسحاب الجيش السوري من السويداء، وتم انتزاع وقف إطلاق النار بالقوة الإسرائيلية وليس بالتوسل كما ذكر، وليس بالباجينج. يعني الترجمة من العبرية كانت باجينج يعني الاستجداء. أيضا ذكر مبدأ أنا أسميه دكترن، يعني مبدأ نتنياهو هو السلام عن طريق القوة، وليس عن طريق المفاوضات، وليس عن طريق الجلسات، وليس عن طريق الوسطاء، بل باستخدام القوة الغاشمة. أن أنا بالقوة أفرض موقف الإسرائيلي. وهنا خطورة نتنياهو. وأنا اللي قلت أمس وقال اليوم وزير الخارجية عباس عراقجي الإيراني، ما حدث في دمشق أمس قد يحدث في أي عاصمة عربية. انتهاك كامل للسيادة،
انتهاك كامل للقانون الدولي، انتهاك كامل للمعايير، حتى مع الدول اللي ترتبط بعلاقة جيدة مع الكيان الاحتلال. ما عند نتنياهو يؤمن أنه أحقق أهدافي بالقوة الغاشمة وأفرض وجهة نظري، لهذا السبب يرفض وقف الحرب في غزة مثلا. كل المفاوضات تحدث الآن لن تؤدي إلى نتيجة، لأن هي تصطدم مع واقع أن نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب، يريد فتح جبهات جديدة. الحين فتح جبهة سوريا وعطل محاكمته، فتح جبهة إيران من شهر وعطل محاكمته، شن حرب 3 أنواع من مسميات الحروب على غزة، خطة السيوف الحديدية، خطة الجنرالات، والآن الاكتساح الذي يقوم به. عندك 3 عمليات عسكرية، الحرب البرية، ولا يبدو أنه هناك في أفق للتوصل لوقف إطلاق. اللي قال نتنياهو خطير جدا، وهو أنه في ال7 جبهات اللي هو دائما يكررها، نقاتل على 7 جبهات، اللي هي غزة، الضفة الغربية، القدس، لبنان ضد حزب الله كان ولا زال اليوم يقصف في لبنان بمسيرات فقط، سوريا، اليمن وإيران، 7 جبهات. هو يرى بأن حربه في ال7 جبهات هذه يمكن يمددها إلى جبهات أخرى إذا اضطر، أو إذا يطلع مبرر، مثل ما طلع مبرر للدروز، مثل ما طلع مبرر النووي الإيراني، مثل ما طلع مبرر قضاء على حماس وإفراج عن الأسرى وجعل غزة منطقة مبادة كليا، مجوعة، خالية من أي تهديد مستقبلي لأمن كيان الاحتلال. فالوضع يعني في عربدة، في ضمانة أمريكية، وهني الخطورة. يعني ترامب اللي اليوم اكتشف أنه عنده تورم في قدميه، ويبدو بأن عنده بداية مرض قد يكون له مضاعفات تصل إلى القلب، يعني كما قرأت قبل قليل. ترامب أعلن أيضا، ووزارة الخارجية، يعني اليوم قصف نتنياهو مستشفى في غزة، وجن العالم المسيحي، يعني البيت الأبيض، أوروبا، إيطاليا، تنديد، وكيل الأمين العام أو نائب الأمين العام، كلهم نددوا بقصف الكنيسة. وشوفوا ازدواجية المعايير الغربية المفضوحة. يعني أنا ذهبت وطلعت إحصائية أن إسرائيل منذ حربها على غزة دمرت بشكل كلي 815 مسجد، 815 مسجد في غزة عمدا دمرتهم بقصف، و151 مسجد تضرروا من عمليات القصف. يعني 79 إلى 80% من مساجد غزة ذهبت، تدمرت كليا أو جزئيا. سمعتوا أحد ندد؟ سمعتوا أحد استنكر؟ سمعتوا أحد أدان باستثناء دول عربية وإسلامية؟ لا طبعا. المجتمع الدولي كله الآن على قدم واحدة يندد ويستنكر. والبيت الأبيض طلع بيان، يعني يا ريت ما طلع البيان وزارة الخارجية، أننا اتصل نتنياهو بترامب وبالبيت الأبيض وقال لهم سوري بالخطأ ونقع نحقق في الموضوع. والبيت الأبيض قال إن تبرير نتنياهو مقبول. طبعا مقبول، لأنه هو لا يرتكب أخطاء أبدا، مو أنه متعمد، مو أنه يريد أن يصعد الأمر. يعني هني الازدواجية المعايير. ما في أحد ندد باعتداء على سوريا، بقصف وزارة الدفاع، مبنى قيادة الأركان، بتدخل السافر يملي على دولة ذات سيادة، لا ترسلون، ممنوع ترسلون قواتكم إلى الجنوب، تكون منزوعة السلاح بأمر من نتنياهو وعصابته اليمينية المتطرفة. هذا هو الشرق الأوسط الجديد الذي يريد نتنياهو بدعم من أوروبا وأمريكا. 80 نائب اليوم بريطاني قدموا طلب لإدانة ووقف ما يجري في غزة، 80 نائب، ولكن لا حياة لمن تنادي.
الوضع والله يعني يا جماعة مؤسف مؤلم. أنا قاعد أتكلم بحرقة بألم. التجويع لا صار في غزة، لا يزال مستمر. الانتهاكات، القتل، 100 غزي يتم إبادتهم يوميا، يدمرون في خيامهم فيما تبقى من حياة لهم، يقتلون وهم يجمعون ماء أطفال. هذه غطيت بشكل يعني حتى الإعلام الأمريكي لما يتكلم رويترز ونيويورك تايمز ما يحملون إسرائيل، يقولون قتل 15 شخص وهم يجمعون الماء. زين منو اللي قتلهم؟ ليش قاعد يجمعون الماء؟ منو الجاني؟ ما يقول لك، قتلوا. يعني كله مبني للمجهول. فهيمنة كاملة على النظام السياسي، الإعلامي، الاقتصادي، حتى الإعلام الخاص لا يشير إلى جرائمهم التي ترتكب. شرق أوسط جديد بهندسة إسرائيلية، بمباركة ترامبية، بعجز عربي، وبتواطؤ دولي. هذا هو مختصر القصة المؤلمة. نراكم في حلقة قادمة. السلام عليكم.